ناس كتير طلبت مني ان انا اقارن ما بين الايفون 17 برو ماكس والاس 25 الترا في التصوير الاحترافي، في السيت اب الاحترافي. فمعنى كده ان احنا هنقارن ما بينهم في التصوير هنا في المكتب مع الاضاءه الاحترافيه، وكمان هنصور بالتليفونات في المود بتاع اللوج عشان نشوف احسن تليفون فيهم في التصوير في السيت اب زي ده، وايه التليفون اللي ممكن يبقى بيه كام للكاميرا بتاعتك او حتى يبدل الكاميرا بتاعتك. وصدقوني المقارنه دي كانت غير متوقعه وعكس النتائج اللي انا كنت متوقعها في دماغي. والاول عشان نشوف البيز بتاعنا، تعالوا نبدأ بالتصوير العادي، الفيديو العادي من تطبيق الكاميرا العادية جدا في السيت اب اللي زي ده، وتعالوا نشوف النتيجة كانت عاملة ازاي. في الفيديوهات اللي قدامكم دي انا ما عدلتش فيهم اي حاجة، وزي ما انتم شايفين النتيجة كانت سيئة جدا، الكونتراست عالي جدا، البلاك بوينتس عالية جدا، لون البشرة بايظ على التليفونين. طيب هل الصورتين اللي انتم شفتوهم دول ممكن يطلع منهم حاجة كويسة؟ عشان كده قعدت اعدل على الاتنين بشكل كبير جدا عشان احاول اطلع منهم احسن نتيجة. تعالوا نشوف النتيجه كانت عامله ازاي. زي ما انتم شايفين الاثنين اتحسنوا بشكل كبير، لكن ما زالت الحده في الاثنين عاليه مع اني قللت الحده بشكل كبير جدا على التليفونين. وحاجه تانية لاحظتها ان السامسونج هنا الصوره فيها نويز اكتر، لكن التفاصيل فيها احسن من الايفون. لما تيجي تعمل زوم هتلاقي ان في الايفون الملامح بتاعتي ووشي والحاجه اللي حواليا كلها ممسوحه، لكن السامسونج هنا مدي اداء احسن. نيجي بقى للتصوير بالانماط الاحترافيه، وهنا انا استخدمت تصوير لوج من تطبيق الكاميرا الاساسيه بتاعه الايفون، وكمان تصوير البرو فيديو على تطبيق الكاميرا الأساسية بتاع السامسونج. ومبدئيا قبل ما نصور أصلا، الانترفيس الواجهة بتاع التصوير الاحترافي على السامسونج كانت أحسن بكتير من الآيفون، لأن هناك تقدر تتحكم في حاجات كتير منها الوايت بالانس، الفوكس، الشاتر سبيد، حاجات كتير انت تقدر تتحكم فيها من التطبيق نفسه، لكن الحاجات دي مش موجودة على الايفون. لكن على الايفون تقدر تتحكم بس في الفريمات بتاعتك وكمان الاكسبوجر، السطوع بتاع الصورة، غير كده ما تقدرش تعمل اي حاجة. فدي اول نقطة تروح للسامسونج. تعالوا بقى نشوف الفرق ما بينهم في الصورة نفسها. طبعا الصور اللي قدامكم دي متعدل عليها ومظبط فيها الالوان على حسب الشارت اللي انا ماسكها قدامي، وانا بصراحة انبهرت جدا من الاداء بتاع السامسونج، مطلع صورة حلوة جدا، ويمكن في الالوان بتاعتها احلى شوية من الايفون. انا حاولت اظبط الالوان بتوع الاتنين عشان يبقوا شبه بعض وقريبين من بعض جدا، لكن ما زالت اللون البشرة كان على السامسونج احلى شوية، الايفون هنا كانت مايل لناحية الاصفر، ما عرفتش اعدلها او احسنها اكتر من كده. لكن لو احنا هنيجي نركز في التفاصيل، لو عملت زوم ان على دقني هتلاقي التفاصيل بتاعه دقني هنا احسن شويه على الايفون، ما فيهاش حده زياده عشان تبقى مفتعله التفاصيل، لكن التفاصيل فيها احلى. وكمان لو بصينا على المربعات السوداء في الشارت اللي قدامي هتلاقي ان على السامسونج هنا في نويز اعلى من الايفون، الايفون هنا الصوره انضف بكتير. ونفس الكلام لو ركزنا على حاجه من الخلفيه مع انها اوت اوف فوكس، فبرضه على الايفون في نويز اقل. لكن حاجتين تاخدوا بالكم منها، اول حاجه ان مساحه الفيديو اللي متصور ده على السامسونج كان اقل من 900 ميجا بشويه، اما على الايفون مساحته كانت اكتر من 8 جيجا، فطبعا فرق كبير جدا في المساحه، 8 اضعاف المساحه. تاني حاجه تاخدوا بالكم منها ان التليفونين الاضاءه بتاعتهم بتختلف وبتتغير وبتغمق وتفتح، وانا مثبت كل حاجه ومفيش اي حاجه اتغيرت، غير انا مثلا بتحرك شويه الف يمين وشمال، لكن مع ذلك الاتنين الاضاءه كانت بتغمق وبتفتح. فطبعا لو انت بتصور تصوير احترافي فولا ده ولا ده هيبقى حل عملي بالنسبه لك. ودلوقتي على الايفون 17 برو والبرو ماكس لو انت بتستخدم تطبيق تاني زي البلاك ماجيك كاميرا او فاينل كات كاميرا، تقدر تصور برو ريز لوج 2 او برو ريز رو، وكمان تستخدم خاصيه الاوبن جيت. وهنا انا استخدمت فاينل كات كاميرا عشان اصور برو ريز لوج 2، وفي الخاصيه دي مش محتاج ان انت توصل اس اس دي خارجي. واول حاجه خدت بالي منها ان الفريم الزاويه اللي بتصور هنا اوسع بكتير من السامسونج، واللي خدت بالي منه كمان هنا ان الدايناميك رينج على الايفون هنا احسن من السامسونج، وده واضح في النور الملسوع اللي في ظهري. وكمان الاجزاء المضلله على وشي هنا احلى بكتير على الايفون من ناحيه التفاصيل ومن ناحيه كمان قله النويز اللي فيها. والميزه كمان في الوضع ده ان على الايفون الاضاءه ما اختلفتش بالمره، مفيش اي تغيير حصل في السطوع بتاع الاضاءه. والغريب اللي في الموضوع ان التحكمات اللي موجوده في فاينل كات كاميرا نفس التحكمات اللي موجوده في البرو فيديو على السامسونج، مع ان كمان البرو فيديو على السامسونج فيه حاجات اكتر زي ان انت يبين لك الفولز كولرز وكمان الزيبراز، لكن على الفاينل كات كاميرا هنا الاضاءه فضلت ثابته زي ما قلنا. وحاجه كمان اللي بتميز التصوير على فاينل كات كاميرا ان انت تقدر تصور بنفس الفريم ريت بتاع الكاميرا بتاعتك، مش 30 فريم في الثانيه، لا كمان تقدر تصور على 29.97، وده هيكون احسن بكتير لو انت بتظبط كاميرتين في نفس الوقت، الكاميرا بتاعتك والتليفون، عشان لما تقطع ما يبقاش فيه فرق في الكلام. وده كان بيحصل معايا كتير جدا لما كنت بصور 30 فريم في الثانيه. واللي استغربته كمان هنا ان مساحه الفيديو بتاع البرو ريز لوج من فاينل كات كاميرا كان اقل من البرو ريز لوج اللي متصور من تطبيق الكاميرا، لان هنا تقريبا مساحته كانت 6 جيجا، اما زي ما قلنا في الفيديو التاني كان اكتر من 8 جيجا.
والفرق ما بين الاتنين كان اقل من 10 ثواني. ونيجي بقى للوحش الكبير ProRes RAW بتصوير اوبن جيت. اوبن جيت يعني بيصور بالسنسور كامل، مش جزء من سنسور زي ما كل التليفونات بتاعته. وده باين اصلا على فرق الفريم ما بين الاتنين، في فرق شاسع، تحس ان انا بصور بالكاميرا الالترا وايد مع ان انا هنا بصور بالكاميرا الوايد العاديه. ده غير كمان انت عندك هنا فلكسبيليتي ان انت تغير في الالوان والدايناميك رينج والوايت بالانس زي ما انت عايز. بس انا هنا عشان تبقى الموضوع متساوي شويه، فانا هنا مجرد عملت تصحيح للالوان، وفعلا الصوره بتاعتها والكواليتي بتاعتها عاليه جدا، اعلى كتير من السامسونج واعلى كتير كمان من تصوير البرو-ريز لوج. وخلي بالكم من حاجه، انا مش احسن واحد يعدل في الالوان بتاعه الفيديوهات، ولا حتى ان هو يضيف اضافه سينمائيه في الالوان. واعتقد ان خاصيه زي دي مع حد محترف اكتر مني او يعرف يعدل في الالوان اكتر مني هيطلع نتيجة احسن بكتير من اللي انا طلعتها. ده غير كمان ان مساحة الفيديو ده فهي 12 جيجا وشوية، يعني اكتر بكتير من اللي قبل كده، مع ان طول الفيديو نفسه هو اطول منهم تقريبا ب 15 ثانية بس. نيجي بقى لاهم سؤال، انه تليفون فيهم تقدر تستخدمه في التصوير الاحترافي يبدلك الكاميرا او يكون بيكام للكاميرا بتاعتك؟ انا شايف ان الاتنين هيدوك اداء ممتاز. يمكن كان العيب الوحيد اللي في السامسونج اللي يذكر ان هو الاضاءة بتاعته بتختلف، واعتقد لو انت استخدمت تطبيق زي بلاك ماجيك كاميرا اللي موجود على اندرويد فالموضوع ده هيتحل ومش هيبقى موجود. لكن انا للاسف ما قدرتش استخدم التطبيق ده، وانا اصلا اول اختبرته كنت مصوره كله بالتطبيق ده، لكن الالوان بتاعته كلها باظت معايا، ما قدرتش اظبط الالوان والاعدادات بتاعته على التليفون عشان اعرف اعدل عليها بشكل احسن على الكمبيوتر بتاعي. وده سبب من الاسباب اللي خلاني استخدم فاينل كات كاميرا لما عدت الاختبار على التليفونين. لكن فعلا انا شايف ان الاداء بتاع السامسونج ابهرني، وما كنتش متوقع منه ان هو يطلع نتيجة عاملة كده وبالوان وبحلاوه عامله كده. اما بالنسبه للايفون فانا شايف ان هو فيه فلكسبيليتي اكتر، في انماط تانية مختلفه تقدر تستخدمها. ممكن تصور برو ريز لوك 2 بالوان احسن بدايناميك رينج احسن، ممكن تصور برو ريز رو لو انت حد محترف وتقدر تستخدم الامكانيات اللي زي دي. ده غير لو انت في سيت اب احترافي اكتر وبتستخدم حاجه زي التايم كود، فالخاصيه دي كمان تقدر تستخدمها على الايفون 17 برو ماكس، فده اللي بيدي درجات اعلى للايفون في التصوير الاحترافي. ولو حابين تشوفوا مقارنه تصوير ما بين التليفونات والكاميرا اللي انا بصور بيها دي في نفس ظروف التصوير ونفس السيت اب، فشوفوا الفيديوهات دي واكتبوا لي بعدها تحت رايكم ايه. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات انه تليفون فضلتوه في التصوير الاحترافي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعوني، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.